السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتكلم معاكم يا جماعة على تجربتي 19 سنة، السنة الجاية ب 20 سنة في صيام المية. بفضل الله سبحانه وتعالى 19 سنة خالي من جميع الأمراض. يا جماعة صحتك ثروتك وأمانة. أنا بتكلم عن الموضوع ده بتجربة شخصية، أنا مش دكتور، أنا عرفت الموضوع ده هنا من ألمانيا من أكتر من 25 سنة. فعايز أفيدكم وعايز الناس كلها تستفيد، صدقوني. انت لو اهتميت بصحتك انت مش محتاج دكتور ولا محتاج دواء ولا محتاج خالص. اهتم بصحتك. قدامكم ان شاء الله شهر 10 الجاي 60 سنه. عندي بفضل الله سبحانه وتعالى 20 سنه. انا عايز اعديكم. انا مش هدف حاجه ولا نية حاجه، لان انا عايز افيد الانسانيه البشريه. دي رسالتي وهدفي في الحياه، لان انا افيد الانسانيه البشريه. دي رساله عشان الواحد لما يموت يبقى عمل حاجه لوجه الله. احنا بنموت، يعني سبحان الله بنتولد وبنموت، ما بناخدش حاجه. يعني الواحد بيتولد ما فيش معاه حاجه، يعني اي حد فيكم بيتولد مش معاه حاجه، بيموت مش باخد حاجه. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب ده يا جماعه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. مالش اغناكم ولا احسنكم. لازم يا جماعه نحب الخير. حد عنده معلومه يقول. لازم نفيد الانسانيه البشريه. انا دلوقتي كنت بدرب نفسي، يعني انا بتعلم هنا في المانيا الحمد لله. كنت بعمل محاضرات مع الدكاتره وبعمل دورات تدريبيه. حتى دلوقتي عملت في الصحه، دلوقتي بعمل على التيك توك، يا ريت تخش على التيك توك دورات حتى بعملها على ازاي ظهرك ورقبتك ورجلك ركبك. انا كنت ركبي يا جماعه بلعب كوره هنا في المانيا، ركبي بتوجعني، والدكتور هنا في المانيا قال لي لازم تعمل عمليه. قلت له مش هعمل والله، وما عملتش من 2015. يعني 7 سنين اهو بلعب كوره وبجري لحد دلوقتي، والمره الثانيه بقول لكم 60 سنه. فصحتك دي امانه. يعني السن ده رقم والله. انت الصح الروح اللي جوه دي اللي بتوصلك للسعاده. والله انت لو من جوه نظيف، اللي سامعني حضرتك او حضرتك من جوه في حب، قلبك مفتوح، تحب كل الناس ومهتم بنفسك، مش محتاج، هتلاقي نفسك شباب على طول. يعني الواحد لغايه لما يجي اجله ويموت، بس يموت بصحته حلوه. الناس بتوصل 40 سنه و50 سنه دواء وضغط. ليه؟ ليه ده كله؟ صدقوني كله جوه في الداخل. لازم نشتغل على جوه وتحب نفسك. تعرف لما تحب نفسك وتقدرها وخلي قلبك مفتوح، خلي قلبك للخير والحب. مرتبط الحقد والكره ده بيدمر، ما هو بيدمر جسمك. هنا العلماء في المانيا بيقول لك جسم الانسان بيتجدد كل 11 شهر، كل 11 شهر بيتجدد. سبحان الله. انا وزني على فكره طولي 182، وزني دلوقتي 75، محيط وسطي 82، واقف، وزني واقف. ماشي بالصيام حتى اثنين وخميس الحمد لله. بعمل الصيام المتقطع برضو حاليا، يعني من الصبح للساعه 12 بشرب ميه، من 12 للساعه 8 باكل، تمام، من 8 ل 12 الصبح للظهر يعني ميه، واثنين وخميس بصوم. وباجي مثلا في رمضان، بقول في رمضان في اول السنه ممكن بعمل اسبوع اسبوعين صيام ميه، واخر السنه واي وقت عايز اعمل بعمل. الناس تقول لك الدكاتره يطلعوا اللي بيعمل صيام ميه بيموتوا. قدامكم 19 سنه وكل سنه بعملها. وانا الوحيد المصري في العالم كله كنت عارف الموضوع ده، ما كانش حد يعرف. كنت انزل مصر الناس تضحك عليا، يا عم انت راجل مجنون، صيام ميه يا عم روح. الميه ده والدكاتره يطلعوا اللي بيعمل الموضوع ده هيموت ومش عارف ايه، وصيام الميه هيموت. ليه ده كله؟ ليه؟ مش عارف. والله العظيم بقولها وبقولها. انا شفت هنا دكتور هنا في المانيا، وانا متابعه دلوقتي واشتريت كتبه، بيكشف عن الناس على الظهر والركب، وعنده اسمه، لو عايز اسمه انا ممكن اكتبه له. هنا في المانيا حالته الماديه كويسه، يجي لو ظهره وجعه من غير عمليه ومن غير دواء. اهو يعني الدواء مش محتاجين دواء، الدواء ده بيخش جسمك بيدمر جسمك، والله يدمرها. فيا جماعه اهتموا بصحتكم، وانا هدف ونيتي كده. وشيلوا القناه للعالم كله عشان الناس تعرف. مش محتاج تروح دكتور، هتلاقي نفسك شباب وش اهو الحمد لله. مش محتاج شيء تعمل شد وش، الحمد لله. بطن مش محتاج تعمل اللي هو اللي بيسموها المعده وربط المعده، ولا محتاج حاجه. وتروح تعمل عمليه تجميل يا عم نجمل من جوه. نجمل من جوه الاول مش من بره. يا ريت الجوه يا جماعه نشتغل على جوه. شوف هقول لكم يعني حاجات مهمه جدا. الانسان السعيد هتلاقي صحته حلوه، واللي صحته حلوه هتلاقي صحه عقله. 3 حاجات ورا بعض. تمام. انت لما تكون سعيد هتلاقي صحتك حلوه، ولما صحتك حلوه هتلاقي عقلك ايجابي وتفكير ايجابي. خلص الكلام. يا ريت تهتم بنفسك وحبها. اهتم بيها، اهتم بيها وقدرها. حب نفسك، حب نفسك وخاف عليها. انا حد مضايقني واخد باله منه 24 ساعه واخد باله منه. هو ده يعني انت او انت اللي معاك 24 ساعه، اسمك او جسمك او روحك دي اللي معاك 24 ساعه، دي اللي هيخاف عليك ولا يحبك. يعني حاتم هو اللي هيخاف عليا ولا يحب، هو اللي مش هيضرني.
عشان كده باخد بالي منه واقول له صباح الخير يا حتوم، واخد بالي منه. كل واحد يحب نفسه يا جماعه، مش انانيه. انت لما تحب هتعرف تدي، فقد الشيء لا يعطيه. لما يكون عندك حب مليان هتدي، لما يكون صحتك حلوه هتعرف تشتغل وتدي. ما هي الصحه. فالصحه لازم من جوه ننظف، نفضي. اسمعوا كلامي يا عم، اسمعوا كلام والله نيتي خير. يا جماعه اشتغلوا في قناه وضيفوا وخلي العالم تعرف. يعني انا مش نيتي الا خير، ويعلم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ربكم اعلم بما في نفوسكم. وربنا سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لازيدنكم. الحمد لله. الحمد لله هي اللي بتجيب السعاده، مش السعاده هي اللي بتجيب الحمد لله. يعني دايما الانسان يقول الحمد لله عشان يزيد. ربنا قال كده، مش هبقى سعيد واقول الحمد لله، لا، اقول الحمد لله اول والسعاده هتيجي. السلام عليكم. ملك التفاؤل والايجابيه، ملك السعاده حتوم.